بص، هو مش عيب ان انت تنقل من شركة لشركة، بس خلي بالك ان ده ليه اصول وليه قواعد. يعني دايما بنقول ان في ethics كده وانت بتنقل من مكان لمكان. اول حاجة، ما تجيبش سيرة المكان اللي انت ماشي منه بطريقة مش كويسة. لازم تتكلم عن المكان ده بطريقة محترمة وبطريقة مهنية، حتى لو في مشاكل او عندهم يعني غلطات كتيرة او انت يعني اتخانقت معاهم. بس لازم حتى لو انت بتعرض المشكلة تعرضها بشكل بروفيشنال، بشكل مهني، وتخلي بالك وانت بتتكلم عن المكان اللي انت جاي منه. دايما حاول وانت بتسيب الشركة تكون كويس زي ما كنت لسه داخل الشركة ولسه بتقدم. يعني دايما واحنا بنقدم في الشركة بنحاول نظهر احسن ما عندنا، وبنبقى يعني عاملين زي ايه، زي فترة الخطوبة كده، اللي هو كل واحد بيبين احسن ما عنده. فحاول وانت كمان بتسيب الشركة ان انت تسيب اثر طيب وتخلي الناس دايما فاكراك بالخير. تالت حاجة، اديلهم فرصة ان هم يرتبوا نفسهم قبل ما تمشي. يعني بلغهم قبلها بوقت كفاية. لو عندك شغل او تاسكات ابتدي اعمل لها هاند اوفر وسلمها لحد تاني، ما تسيبهمش مرة واحدة كده، علشان دي مش حاجة صح. رابع حاجة، ما تحاولش تستقطب ناس من المكان اللي انت مشيت منه للمكان اللي انت رايح ليه، لان دي حاجة ما بتبقاش لطيفة جدا ان انت يعني تمشي وتاخد التيم معاك، ولا تمشي وتاخد ناس معاك. دايما خلي بالك من البوينت دي. اخر نصيحة اقولها لك، ما تنساش ان لولا المكان اللي انت ماشي منه ما كنتش وصلت للمكان اللي انت رايح له. فدايما خلي دي في دماغك، وخلي بالك ان الاتش ار الشاطر هو بيسأل عليك في المكان اللي انت جاي منه. فدايما حاول ان انت تسيب سيرة طيبة في المكان اللي انت ماشي منه، وربنا يوفقك ان شاء الله في المكان اللي انت رايح له.